سادة أيها الجمع الكريم، أجدد تشكراتي لكم على كمية دعوة الحضور باسم الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة لحضور هذا اللقاء المعنون بالنخبة المواظبة على العطاء الذاتي للنهوض بالحركة الفكرية والثقافية. لعل هناك من يتساءل على طبيعة هذا العنوان وما الغاية منه وما هي أبعاده. بطبيعة الحال بفضل الله وبفضل الشهداء، بفضل ملايين الشهداء، ها نحن ننعم بالحرية والاستقلال في غياب ثقافة ناشدة تهدف إلى تطوير والعمل على تكريس قيم ومبادئ المؤتمر التي دفع من أجلها الشعب الجزائري. هذه الجمعية عمرها 26 سنة، والفم هم اللي يقول 26 سنة، وهي من بين هذه الآلاف من الجمعيات المعتمدة على جميع المستويات، البلديات والولايات وعلى المستوى الوطني. والعبرة ليس في كثرة الأحزاب وليس في كثرة الجمعيات، وإنما في العمل الميداني من أجل تنمية البلد في كافة المجالات. وتعتبر الثقافة العمود الفقري لكل نهضة تتطلع إليها الأمة. لقد استخلصنا من هذه التجربة الطويلة في نظر الغير، وهي قصيرة بالنسبة للثقافة لأن أثر الثقافة لا يظهر في الحين. لقد تبين لنا بأن العمل الجمعوي في الجزائر بطبيعة الحال لربما كان يعول على أن الثقافة وتدعيم الثقافة والنهضة بالثقافة عمل وكول أو عمل متروك للدولة. وأعتقد أن هذا خطأ، وكل واحد منا يتواجد في ميدان العمل كطبيب، كمحامي، كأستاذ، كمهندس، كفلاح، كفنان، ولكن عندما ينتهي الوقت الرسمي فعلى كل واحد منا أن يساهم بما يملك من معرفة علمية وإيصالها لهذه الملايين التي لم تبخل بالأمس القريب عندما هب كل الجزائريين نساء ورجالا شيوخا. لا بد أن نلتقي في الميدان من أجل العمل على الإقلاع الثقافي والنهوض بالثقافة في الجزائر، لأن أزمة الجزائر في الأساس أزمة أخلاقية ثقافية، في الأساس أزمة أخلاقية ثقافية. وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نعيد النظر في هياكل وهيئات هذه الجمعية من القاعدة إلى القمة، باعتبار أن القانون الأساسي ينص على أن هذه الجمعية تتواجد حيثما وجدت الرغبة. فنحن لا نريد أن تكون جمعية النخبة فقط، لا تضم في صفوفها فقط إلى عدد معين من الكتاب ومن المختصين. نريد أن تكون مفتوحة على المجتمع. وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نشرع في عقد لقاءات أسبوعية دورية على مدار السنة، ويعلم الله متى ستنتهي هذه اللقاءات الأسبوعية، لكي نتوصل إلى مؤتمر وطني تقدم لنا فيه قائمة باسم كل المفكرين والمبدعين والمخترعين وكل الذين يحبون الخير لهذا البلد. لأن التجربة أثبتت أنه لا يمكن لك أن تسند عمل حزبي أو عمل جمعوي لشخص لربما لا يرغب في العمل الطويل والمستمر، لربما كان ينشد هدف معين أو كان يرغب في الوصول إلى غاية معينة. وهذه من سنة الحياة، أن كل إنسان في الحياة يطمح إلى أن يكون في كذا ويحقق كذا وكذا، ولكن العمل الثقافي هو كالأكسجين كالهواء، يجب أن تستنشقه ويجب أن تستفيد منه كل الجماهير الشعبية. وعليه سمينا النخبة المواظبة على العطاء الذاتي. عندما أقول الذاتي، العطاء الذاتي يعني أن الشخص يقدم ما لديه من خبرة وما لديه من تجربة وما لديه من معارف، ويعطينا ما أمكن من وقته الثمين ولما لا حتى من ماله. وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نقوم بإحصاء كل من يرغب بأن ينضم إلى هذا الفضاء
وآنذاك نشرع في تأسيس هذه الهيئات التي نص عليها القانون، بدءا بالقانون الأساسي الذي ينص على أن أول نواة لهذه الجمعية هو الفرع الأساسي. إذا جاءتنا رغبة من مدرسة ابتدائية فنضع فرع أساسي، إذا جاءتنا رغبة من إكمالية فنضع فيها فرع أساسي، إذا جاءتنا رغبة من الجامعة كذلك، إذا جاءتنا رغبة من مصنع كذلك، إذا جاءتنا رغبة من قرية من البادية التي احتضنت بالأمس الثورة التحريرية ولم لا، والثقافة الحقيقية والتراث الحقيقي ما زال نائما في البادية ولم يكشف عليه الغبار. إذا فنحن ملك لهذا المجتمع، والجزائر واضحة لنا ويحكي القانون والثاني والثالث والرابع، ولا البعض يتساءل ويقول ما المطلوب؟ هذا عمل لا يطاق أننا نحضر في كل أسبوع لمثل هذه اللقاءات. نريد من خلال هذه اللقاءات أن تتوسع فقط، لأن كثير من الجمعيات والهيئات عندما تحل مناسبة أو عندما ينظمون يعني ندوة أو ملتقى يختارون له موضوع معين ويحضره عدد معين من الأشخاص. فلماذا كما قلت لكم منذ قليل لا تكون الثقافة كل إنسان يستفيد منها؟ فلماذا لا نقوم بعملية إحصاء كل الذين لهم استعداد من أجل العطاء الفكري والثقافي؟ وعلى هذا الأساس وزعنا على حضراتكم استمارة، وقلنا كل أخت يعرف أصدقاء زملاء يرغبون في المساهمة في الإقلاع الثقافي والفكري في الجزائر أن يعبروا عن رغبتهم. ونحن استعملنا في أسفل الصفحة الشخص المقترح للأشخاص، لأن لا نطلب من كل واحد بأن يعيد قائمة ونقول له اتصل أنت شخصيا. نحن عن طريق الرابطة، عن طريق الهاتف المفتوح، نكلف الموظفين في الرابطة أن تتصل بهؤلاء الأشخاص شخصا فردا وتبلغهم بأننا دعوناك باقتراح من فلان في أسفل الصفحة، باقتراح من فلان. وهذه العملية إن شاء الله ستستمر ربما لوقت معين، وآنذاك سنؤسس أو نشكل ما يسمى المنتدى الوطني لضبط الإمكانات المادية والبشرية على المستوى الوطني. بجانب على اليمين وعلى اليسار كوكب من الأساتذة والشخصيات، هذا نعتبرهم كنوات أولية، كنوات أولى تحضيرا لتأسيس هذا المنتدى. فلا تبخلوا علينا بمعارفكم وعلاقاتكم الشخصية، فاقترحوا علينا من تريدون اقتراحه بغض النظر عن تخصصاته. إذا سنعمل بإذن الله، ومن خلال هذه اللقاءات المتعددة سيتبين للرأي العام وللدولة الجزائرية كدولة بأن الدولة الجزائرية خزان كبير للطاقات المادية والبشرية، ولا سيما أولئك الذين غادروا مواقع العمل. ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارهم مثل هذه الوجوه الموجودة أمامي. لذلك نريد أن نعلن للمجتمع أن هؤلاء ما زالوا في قمة العطاء، وأن ما لديهم من معلومات ومن خبرة فهي ملك للأمة، وهذه الخبرة وهذه المعلومات وهذه الأشياء يجب أن تنقل للأشياء، بالتجارب يجب أن تنقل للأشياء بقدراتها ومواهبها. وعلى هذا الأساس فسنحرك السواكن حيثما وجدنا، كل السواكن سندغدغها ونحركها ونقول عليه لا يمكن لكم الخمول، لا يمكن لكم السكون، فما يعني تحصلتم عليه من تجربة ومن خبرة فهي ملك للأمة. علينا أن نعد منابر على مستوى البلديات والدوائر والمصانع والثانويات وفي كل مكان. أنا شخصيا كل إنسان له فكرة في حياته، واسمحوا لي سنعمل في المستقبل على تحديد على الأقل 4 مواعيد مسبقة. يعني نحن في شهر مارس اللقاء الأول على المستوى الوطني المكان في هذه المؤسسة، والثاني في الأسبوع الثاني سيكون في هذه المؤسسة، والثالث والرابع. الذين يأتون بعدنا حتى بعد مماتنا، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة 22 الذين حضروا فخلدهم التاريخ. إذا فلتحضروا 20
وال20 تأتي بال40 وال40 تأتي بالثمانين وهكذا وهكذا. إذا يجب أن يتزايد عددنا حتى يعم كل الوطن. يجب أن نبقى في خدمة الله، وعندما أقول في خدمة الله في خدمة الدين وفي خدمة الوطن، ولكن خارج أوقات العمل نحضر إلى بعضنا بعض ونتدارس قضايانا وأمورنا ونستفيد من الذين سبقونا في التجربة، ونحن فالله سبحانه وتعالى سيسألنا عن هذه المعلومات والشهادات التي يقدمونها لنا، ويجب أن نخلق جسور، نموذج جسور تواصل بين الأجيال، حتمية تاريخية. فشبابنا يعيش في غربة قاتلة رغم أنه استفاد من المقاعد الدراسية في كل أطوار التعليم، إلا أنه مع الأسف عندما تتحدث معه في أمور تتعلق بالتاريخ وتتعلق بالوطن تسمع ما لا يرضيك. وعلى هذا الأساس فنحن مستعدون بأن نبحث على كل الجمعيات الفاعلة في الوطن، بلدية محلية وطنية، ونحن مستعدون بأن نتداول على هذا المنبر يوميا حتى لا تطغى هذه النزعة أن هذه الجمعية أو تلك، وأن هذا الحزب هذا يريد أن يستعمل الشعبوية. فنحن نبحث على كل من يعمل على إيجاد أرضية سليمة من أجل الإقلاع الثقافي والفكري في الجزائر. ومثقفين من ما زال منهم في البرج العاجي أن ينزل إلى هذه الأمة. نحن جزء من هذه الأمة، فإذا كانت هذه الأمة لا تفهمنا فما ذنبها؟ وإذا كانت هذه الأمة لا تعي ما نقول فما ذنبها؟ فالاستعمار قد ترك لنا تاريخ وثقيلة جدا، وعملنا لله وفي سبيل الله وفي سبيل الوطن. وأحسن وأفضل متعة أنك تلتقي مثل مع هذه الوجوه في هذا المجتمع من إطارات ومن عناصر في إمكانها أن تقدم للجزائر ما يمكن أن تقدمه. الدولة عندما ترى أن أبنائها وبناتها المثقفين والمثقفات هم الحصن المنيع والجدار القوي الذي يقف دائما صامدا ثابتا، فالدولة لن تدخل أبدا في العيب فينا نحن المثقفين، وليس في كل المثقفين، وإنما من خلال ما يجري في الساحة. أستطيع أن ألخصه في كلمة: أن الرداء تحارب الجودة، أن الرداء تصول وتجول في كامل أنحاء الوطن، ولا واحد يقول هذه رداء لا نقبلها. أين هي أصوات المثقفين؟ أين هي أصوات الإعلاميين؟ كفانا من هذه الطروحات، كفانا من هذه الرداء. إذن الرداء تصول وتجول.